مساء الخير. اليوم حبيت أتكلم لكم عن بعض عطور دار الطيب. دار الطيب دار غنية عن التعريف، دار أصبحت عالمية خلال هالسنوات القليلة، دار كويتية، أصحابها شباب كويتيين ومعاهم أعتقد كم شريك، يمكن قطري أو سعودي. المهم أن الدار استطاعت أن تاخذ مكانها بين العطور العالمية، لأن الدار هذه جدا قوية. المهم أن أنا هالسنة توني اليوم خذيت عطر هند، حبيته. السنين اللي طافت جدا حسيته رجالي جدا، ما استسقته، لا حرام، العطر حلو بس فايب رجالي. المهم ان العطر كان عليه فايب قوي مو عادي، من مشاهير السوشيال ميديا، من الفنانين والفنانات، الدعايات القوية اللي كانت تنزل له بالانستغرام. فالعطر استهواني خلال هالفترة، مو الفترة اللي طافت. حاسة أو الشيء اللي تحبه يختلف بين فترة وثانية خلال سنوات معينة. عطر ما تكون تحبه فجأة تحس لا والله هذا حلو. أنا كذي عطر هند حبيته بعد ما مزجته لي الموظفة مع عطر ثاني، قالت لي جربي هالمزج. حطت لي عطر هند وعطر ثاني من عطور أعتقد إنها من عطور هذه فارس اللي منها كافالير، من عطور مرشات الغرف، واحد من هالعطور الغرف، الملابس هذه الكبيرة. المهم إن مزجته معاه كان المزج خرافي، ولو إن عطر هند ريحته طاغية خلال عملية هالمزج أكثر من العطر الثاني. الريحة خيالية، الريحة وايد فاخرة، ريحة يعني للعزايم، للعروس، للمناسبات. خلينا نتكلم بما أن هذا المزج ممكن أستخدمه أنا خلال فترة الصيف بهالأماكن، وهو يصلح أكثر حق الشتاء. بس خلنا أتكلم شوي عن العطور القوية بفصل الشتاء، فصل الصيف عفوا. فصل الصيف ما يتحمل عطور العود والعطور القوية، بس هذا ما يمنع أن نبخر ملابسنا خلال فصل الصيف، خصوصا بالأجواء الحارة، لأن الجسم إذا احتر تطلع ريحة البخور منه. الملابس تقوم تطلع ريحة البخور، فاللي يمك يشم ريحة البخور. انت إذا مشيت تشم ريحة البخور لو الحرارة 50، فضروري بخروا ملابسكم أحبائي، بس أساس تجنبون يعني بدل ما تطلع ريحة مو حلوة فصل الصيف من الملابس بعد المشي الوايد، أو إذا كنت من الناس اللي يعرقون بسرعة بخر ملابسك، أو استخدم العطور اللي فيها ريحة بخور جدا جميلة تصير. بعدين ضيفوا العطر الفرنسي، بس تجنبوا وتضيفون عطور شانيل مع البخور، لأن جدا الريحة مو حلوة. عطور شانيل من العطور التي لا يمكن مزجها مع البخور، بس عطور جيفنشي، عطور كافالي، عطور بعد كافالي وجيفنشي، والعطور الفرنسية الثانية ديور لا، شانيل لا، ممكن إف سان لوران وايد حلوة عطورة مع البخور، وعطور بولغاري جدا رائعة مع البخور. الحين أتكلم لكم على عطر كافالير عطر من مجموعة لندن، من مجموعة فارس الخاصة بلندن. عطر كافالير جدا رائع، عطر ممزوج بين الفرنسي والعربي. كافالير عطر من مجموعة 3 عطور نزلت في بريطانيا. الأول عطر بريكر اللي هو هذا،
وعطر نايت، وعطر كافالير طبعا عطري. عطر كافالير عطر مكوناته جوز الهند، العسل، الياسمين والتونكا ودهن العود. دهن العود. أنا سبق أني قلت أنا ما أهتم لمكونات العطر، لأن حزات عطر يكون من مكوناته مثلا القهوة أو الشوكولاتة أو غيرها، أنا ما أحب هالمكونين. بس في عطور تكون من بعض مكوناتها هالشيئين تطلع جميلة، تطلع فاخرة. عشان شي أنا ما أهتم بمكونات العطر. بس في نقد يعني على اليوتيوب أني أنا ما أشرح المكونات وفيديوهاتي قصيرة. عزيزي أنا ما أدري شنو مكونات العطر، أنا خذيته وأنا مو مهتم بمكوناته. بس طالما طرحوا علي الفكرة أني أقول مكونات العطر، هذه مكونات العطر. كافالير عطر مثل ما قلت يتركب من جوز الهند، العسل والياسمين والتونكا ودهن العود. أما عطر هند، عطر هند يتكون من الليذر الإنجليزي مع المستكة الشهيرة وقليل من المسك الغني، وتنتهي بالبرغموت. هذه مكوناته هالعطرين. حاولوا انكم تروحون وتشمون هالعطرين. عطوا بعض العطور فرصة. أنا أول عطر هند جدا ما عطيته فرصة إني أشمه وأفهم مكوناته أو قوته. شموها وشوفوا العطر اللي يناسبكم. في عطور تناسبني يمكن ما تناسب غيري، فشوفوا المجموعة هذه، المجموعة فارس اللي من لندن اللي هي بريكر وكافالير ونايت. شوف اللي يناسبكم من هالمجموعة. سبق أنا قلت إن في وايد تكلموا عن عطرين من هالمجموعة، مجموعة فارس، أنا ما استسقتهم للأمانة. بس عطر كافالير جدا راقي، وعطر هند أنا ما يعني شهادتي فيه مجروحة لأن الكل يعرفه. فهذه هذا الموضوع اللي كنت بتكلم لكم عنه بالنسبة لهالعطرين. أتمنى أنكم تشوفون مجموعة دار الطيب وتختارون اللي يعجبكم.